هو ده وقت اليوسفي، تعالوا نستعمله في وصفة حلويات جديدة ولذيذة وسهلة وفي منتهى الجمال. هنجيب تقريبا في حدود كيلو أو ممكن 800 جرام من اليوسفي، بس نتأكد إن هو من النوع اللي مفيش فيه بذر، ولو فيه بذر هنقسمه بالنص بسكينة ونطلع البذر منه في الأول. هنقشره في الأول، وبعدين هنجيب صينية الفرن مقاس 22، وهنجيب مكعب زبدة تقريبا 15 أو 10 جرام، وهنوزع الزبدة كويس في الجوانب وفي الأطراف، ولازم تتوزع كويس جدا. بعد كده هنجيب معلقة كبيرة من السكر وهنوزعها برضو في الجوانب وفي الأطراف. الخطوة دي بتفرق جدا لأنها بتدي كرملة في منتهى الجمال، بتبقى حلوة قوي قوي. فهنوزعها بقى السكر كده كويس. بعد كده هنجيب وحدات اليوسفي اللي احنا قشرناها وتأكدنا ان مفيش فيها بذر، وهنوزعها زي ما احنا شايفين. ممكن نستخدمه على بعضه كده، وممكن نفصصه ونحطه زي قطع يعني جنب بعض في الصينية. بعد ما هنحط بقى الكمية كلها، هنجيب رشة من الملح، وعليها نص كوباية من السكر أو 100 جرام، وعليهم 3 بيضات بحرارة الغرفة. المكونات كلها مكتوبة زي ما بنعمل دايما في آخر الفيديو بالجرام وبالكوباية. عليهم فانيليا ومعلقة صغيرة من الخل، ونخلطهم مع بعض كويس بالمضرب اليدوي أو الكهربائي أو في الخلاط. المهم إن احنا ندوب السكر كويس. بعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من الزبدة أو من السمنة الدايبة، بتساوي تقريبا 25 جرام. بعد كده هنجيب كوباية من الدقيق، بتساوي 140 جرام، وبعدين هنحط الدقيق وهنقلبه في الأول بالراحة لغاية لما يبتدي كده يدوب، وبعد كده نزود السرعة في التقليب لغاية لما يختفي خالص. بعد كده آخر خطوة هنجيب كوباية من الحليب، بتساوي 250 ملي. هنحط برضو كوباية الحليب ونقلب في الأول بالراحة، وبعد كده نقلب بسرعة لغاية لما يبقى الخليط كله متجانس مع بعضه. كده خلاص بدأ الحليب إن هو يدوب. وبعدين لما يبتدي نحس إن هو بدأ يدوب نقلب بقى بسرعة، يبقى الخليط بالشكل ده، بيبقى سايل أكتر بكتير من خليط الكيك العادي. هناخده وهنصبه على اليوسف اللي احنا حطيناه في الأول في الصينية. وممكن إن احنا نستعمل أي نوع فاكهة، مش شرط اليوسفي، ممكن تعملوها بالفراولة، ممكن بالتفاح، ممكن بالموز. بتبقى حلوة مع أي نوع فاكهة، بتبقى جميلة جدا. بعد ما هنصب الخليط كله هناخد بقى شوية كده منه. لو كان اليوسفي عالي هنحاول ان احنا نغطي الوش بتاعه بالخليط بتاع الكيك، علشان يبقى كله متغطي ويطلع كله بسوى واحد. بعد ما خلاص كده ظبطناه هندخله بقى الفرن على حرارة 180 درجة. الرف اللي في النص الحرارة من فوق ومن تحت هتاخد تقريبا نص ساعة أو تقريبا 35 دقيقة لغاية لما تستوي ونتأكد إنها استوت قبل ما نطلعها من الفرن. بعد ما تطلع هنسيبها لغاية لما تبرد خالص، وممكن نزينها بعد كده بالسكر البودرة. هي جميلة جدا جدا جدا. أنا متأكدة إن انتوا أصلا مش هتسيبوها لغاية لما تبرد، هتاكلوها كده وهي سخنة، لأنها بتطلع ريحتها حلوة قوي، طعمها في منتهى الجمال. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، واقول لكم بقى مع السلامة، واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية.